ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا جماعة، النهاردة الاوردر كان مشحون لواحدة انا كنت عينه لها عندي من الشتاء اللي فات، من ايام يعني فاكرين النص البطانية اللي كنا بنجيبها؟ هو ده. وفضل متعان عندي لحد ما هي قررت انها تستلمه واخدته خلاص. بس لما اخدته ما عجبهاش. بصوا يا بنات، انا عايزه اقول لكم على حاجه بس كده، ايه عشان نبقى واضحين مع بعض. احنا بنشتغل في قماش بالكيلو. اللي بالكيلو بيبقى وارد يبقى فيه دفوهات، وارد يبقى فيه اخطاء، وارد يبقى فيه كل حاجه تمام. انت بتاخدي مثلا، انت عارفه انت بتاخدي من فلانه شغاله في قماش بالكيلو، يعني انت عارفه ان ممكن تلاقي حاجه كده ولا كده في القماش. بالرغم من كده كملوا كده معايا الفيديو للاخر وانا هقول لكم انا بعمل ايه في القماش، واللي بياخد مني قماش بياخده شكله عامل ازاي، وانا بحوش ليه ايه ما ببيعهوش. تمام. عايزة حضرتك قماش درجة أولى، عايزة حاجة فرزة أولى، يبقى مش مننا خالص، مش مننا خالص. وأنا ما هكون حد بيتواصل معايا على الواتس إنه ياخد شغل، لو لقيت أي ديفو أي حاجة في القماش أي حاجة يعني تنفع إن هي تتصلح تعدي، لو خياطة شاطرة تعديها. أنا طبعا بصور لها كل حاجة، والله العظيم أنا اللي بصوا بعامل ربنا قبل ما بعامل بني آدمين. أنا بتعامل الأول مع ربنا قبل ما بعامل بني آدمين. الواحد طالما ضميره كويس الحمد لله. والناس اللي خدت منه قماش يا ريت ايه، يعني لو انتوا موجودين معايا في الفيديو او شايفين الفيديو اكتبوا لي في التعليقات. انا كل حاجه بصورها. اما بكون مثلا بوزن لواحده حاجه، كل حاجه بصورها لدرجه الميزان انا بصورها لك. بصور لك الميزان، انا بضرب لك في كذا وبحساب كذا وكل حاجه بصورها لك تمام. ادي قدامكم البطاطين اهي، دول نص بطانيه، واحده كبيره مقاس سرير كبير، واتنين شبه بعض صغيرين مقاسات ايه سرير اطفال. هي بقى كل واحد حر برضه، بس انا طبعا يعني مش عارفه اقول ايه، ولا فيهم قطع ولا فيهم نبش. ممكن على الحرف من بره مثلا في خرم كده، خرم مش عارفه ايه يتعالج، الحاجات دي يا بنات تتعالج. بس هما ما عجبوهاش، وقالت لي مش هينفعوني يا ميرا، أنا كنت واخداهم لعروسه ومش هينفعوا كل واحد. يا جماعه وهو حر. بس للاسف هي خسرت الشحن، يعني هي انا ما خسرتش حاجه. هي اللي شحنته لي تاني ورجعته لي تاني، انا كده ما خسرتش حاجه، هي خسرت الشحن. فانا بقول له يعني اي حد بياخد منه قماش يا بنات تبقوا عارفين ان ممكن وارد يكون اي حاجه في القماش. القماش عامل زي البخت، احنا بنجيبه كده زي البخت. ان عم احمد بيجيبه، انا اروح اجيب منه التوب، انا ما اعرفش التوب ده شكله ايه من جوه. ده توب اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، ما فيش فيه ولا ديفو ولا فيه اي حاجه. كل الموضوع اللي في التوب ان هو بيبقى مثلا ايه حتت، كل حته مترين ونص، كل حته بتبقى مترين ونص. تعالوا بقى هنا اوريكم انا بشيل ايه لنفسي في القماش لما بكون بشحن لحد شغل او بقص لحد شغل. انا بقصهولك كأن بالظبط انت واخداه درجه اولى. بالظبط انت ما بتاخديش تيفوهات. انا بجيبه مثلا من عند عم احمد، يعني التوب اللي في ايديا ده كان توب وكان قماش، الحته دي بايظه، مش هبيعها اكيد، ما بعتهاش رغم ان انا جايباها وزنها، انا وزنها ومحاسبه عليها عند صاحب الشغل وبجيب منه شغل ومحاسبه عليه، بس ما بعتهاش. ليه؟ حرام، اصل مين دي اللي هتاخد دي تعمل بيها ايه؟ حته مثلا الوانها طايره زي ما انتم شايفين، رسمتين داخلين على بعض، حته ممسوحه خالص. هتشوفوا دلوقتي عجب العجاب اصلا في القماش دلوقتي. كل حاجه انا اول مره لسه اصور الحاجات دي، واول مره ان انا اوريكم حاجه زي كده. بس انا الحاجات دي كلها انا بشيلها في جنب، بالرغم من القماش قماشة جامدة، هي قماش جامد. بس ديفو بقى في القماش ده، عيب في القماش اهو، ده بقى القماش اللي بالكيلو. بصوا انا قاعده بقى ان انا بقول لكم قماشه جامده وناشفه اهي، لا دايبه ولا حاجات من دي خالص. قماش حلو جدا. فلو حد ينفع القماش يعني قولوا لي كلموني تواصلي معايا وخديه. تعملي بقى اي حاجه بقى، ممكن تعملي مثلا اللهم صل على النبي كفر مثلا مرتبه او واحده بتنجد، ولا الله اعلم بقى لسه حد بينجد ولا ايه. تعملي مكان القماش اللي هو الابيض لان ده قماش جامد بجد والله، قماش حلو. بس الالوان طايره، الوانه ضايعه، تلاقي حته ممسوحه، حته مقطوعه خالص وبايظه. كل الكلام ده انا بشيله. يعني انا طبعا انا ببيع بسعر غير سعر الجمله. ليه؟ لان انا يعتبر بفرز القماش وبجيب لك حاجه درجه اولى، بديك حاجه درجه اولى، ما بديكيش حاجه بايظه. بصوا الشكلين دول كان توب واحد، بس شوف الرسمه دي والرسمه دي باينين جدا. الرسمه دي تحس ان اللون يعني ايه فرشه كده في القماشه. التانية الوانها ثابته وصريحه وحلوه. دي انا بشيلها، الحته الوحشه دي انا بشيلها. شوفوا فاكرين التوب اللي هو بتاع القلوب الحمراء، الناس ما شاء الله اتهبلت عليه وما قعدش بسم الله ما شاء الله. شوف الحته دي انا شايلاها منه اهي. ده حته في القماش، هل ان انا ابيعها؟ يعني انا شارياها بفلوس ووزنها مع القماش، هل ان انا ابيعها؟ لا طبعا ما بيعهاش. انا ضميري اصلا ما يسمحليش، انا ضميري ما يسمحليش. انت طبعا انت بتتعاملي معايا من خلال ايه؟ شفتيني بس على القناه وتواصلتي معايا ومش عارفه ايه،
وما تعرفيش انا هوزن لك ايه واعمل لك ايه، لا بس انا بصور لك، انا بعمل لك كل حاجه، انا بصور لك كل حاجه، انا بصورها لك. شكل القماش لو في ديفو في القماش يتصلح، بقول لك بصي خلي بالك في حته كذا تقدري تتفاديها تعملي كذا. الميزان وانا بصوره لكم، انا ببقى مصوره لكم كل حاجه، بصورها لكم على عينك يا تاجر. بصوا التوابه اللي انا بفتحها دي بقى، ادي توابه اهي ما فيش فيها ولا غلطه. يعني دي تواب جايه في وسط التواب بس ما فيش فيها ولا غلطه. ممكن توب تاني بقى تلاقي التوب كذا لون، هو حلو مش بايظ بس تلاقيه حته شكل وحته شكل وحته شكل. زي الحته اللي هوريها لكم دلوقتي اللي هي المسيره اللي في اول الشاشه دي، هوريها لكم دلوقتي. اهو بصوا دي ده كان الطوب اللي انا بفرده دوت. كان عيبه بس ان هو كان حتت، كل حته مترين ونص، كل حته مترين ونص. ولقيت في وسط الطوب حتت متر، حتت متر الا ربع، حتت مترين الا ربع كده. طبعا ده يا جماعه يتعالج. لو واحده خياطه وعارفه بتعملي ايه ومقاساتك ايه، ده كله هتعالجيه وتتفاديه ومش هتبقي خسرانه. هتاخدي مثلا حته مترين ونص، ده كده الملايه. هتاخدي حته مترين الا ربع، ده كده الخداديات ومخده. بتاع ده مخدتين وخداديه. هتاخدي كمان حته مثلا متر الا ربع او متر، هتخرجي منها كمان خداديه. خدي كمان مثلا حته مترين ولا بتاع، خدي منها الكرانيش. يعني هتتصرفي فيها. ما بدكيش حاجه بايظه، ما بدكيش حاجه شايطه، ما بدكيش كلام من ده خالص. انا كل الحاجات دي انا بشيلها ليا. شوفوا التوب اللي بقول لكم عليه اهو، ده كان توب مرفوف في بعضه، وكل حته ايه يعني مترين ونص، مترين كلام من ده. وفي لقيت في قلبه عيوب دلوقتي وانا بشوفها. بس بصوا حته السير بتاعها اسود، وحته السير بتاعها ايه على طوبي اهو. وده توب واحد، وتواب كتير قوي بشوفها بالمنظر ده. ده شكل القماش بتاعنا يا بنات اهو. انا حبيت بس ان انا ايه يعني اصور لكم فيديو زي دوت واعرفكم، عشان خاطر اللي يتواصل معايا ما يتعبش قلبه ويتعبني معاه لان بصوا يعني الواحد مش ناقص بصراحه. بصوا ده شكل القماش اهو. تبقى عارفه انت بتاخدي قماش بالكيلو، وارد ان انت تلاقي دفوف في اي حاجه. القماش البابلز اللي احنا بنجيبه، اللي انتوا ما تعرفوش المتر بكام، يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله بجد، ده كنز. يعني يعتبر حاجه لاقيينها، والله يعتبر حاجه يا بنات لاقيينها. بس هو بقى كل واحد وليه ذوقه بقى. ده القماش بتاعنا اهو. ودي الحاجات بتاعتنا اهي. اللي عايز بقى يتواصل معايا على الرقم اللي هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف باذن الله، او ياخد قماش بالجمله برضو ان شاء الله هسيب لكم رقم صاحب القماش او صاحب الشغل اللي احنا بنجيب منه في صندوق الوصف اهو. يلا اسيبكم بقى بالف سلامه.